H. Him defending an Egyptian football player who basically sexually harassed a model, and that model reported him in UAE, and the people who were part of the harassment, this Egyptian soccer player sent people to the model in her home to threaten her, and they got arrested. And then Abdullah Rushdie would go public and defend the harasser. And there are other issues like that. One of them is he married a lady, Iraqi lady that came from all the way from Europe to Egypt, and to get to know him. And then he married her and tried to force her into sex. And then she had to leave the country. And after she went to Europe, scared of her own life, she exposed him. ايه رايك يا And عم if you كريم؟ provide me with an email, I don't mind. ايه رايك يا عم كريم؟ استنى نسمع الستات. لا تمام، انا providing انا you with بعت the لك حاجه انبوكس، بعت لك البوست emails بتاعه. of these cases. اما انا شفت التويت. Okay, so we do not have an email. The way we receive information is the way you're doing it right now. That, or there's an online form to provide information as well. اول مره احس ان انا شغال I مع see them. الدوله. Maybe if you can provide me at the end of the call with a reference number, and I can go online to the form and use that reference. Again, our system does not provide reference numbers, as these are not taped. واخد بالك يعني. المهم ايه، عملنا له البلاغ الحلو المتين، وهنتصل نعمل بلاغات تانية، وهبعت لاصحابي في الكونجرس وهنشوف. Well said, well said, well said. برافو. I'm fucking proud of you. Thank you. يلا خير. عشان اصل بص، لازم نضيق على اولاد الكلب دول. ما ينفعش الولاد الكلب دول يبقوا ماشيين بالافكار القذره بتاعتهم، يضحكوا على العيال السرسجيه الصغيره، وبعدين يخلقوا لنا اجيال متحرشه قذره، وهو قاعد عمال واكل شارب نايم على حساب الدول اللي هو بيقعد يشتم فيها. برافو. وجاسم كمان في نيويورك، لو يقدر يعمل لنا حاجه في الولد ده، انا قبل يعني ببلغ من كذا حد. جاسم موجود معانا هنا في يا وائل. جاسم صحفي محترم جدا، وحد من الناس المؤثرين جدا في العالم العربي يعني. فينه موجود ده؟ في تحت بالظبط تحت. اديله دعوه بعد اذنك يطلع. في برضه ديفيد أشم، طبيب تكليف بشنطوف العرس. هلا جاسم، هلا. جاسم من الناس المحترمه جدا، وعندك في نيويورك ومؤثرين جدا يعني، وراجل صحفي في الكويت وفي الخليج شهير يعني. جاسم يا ريت جاسم لو تقدر تساعدنا في الموضوع ده. جاسم في الموضوع ده نعمل كده شويه، نعمل ملف كده، ولو ربنا ييسر لنا الحال طردنا الكلب ده من امريكا، والله حاجه حلوه نتقرب بيها لربنا، او حتى لو مش لازم نتقرب لربنا، يعني حاجه نتقرب بيها لنفسنا. اهلا وسهلا استاذ وائل واستاذ كريم، انا سعيد ان اكون بينكم الليله. الكلام جميل جدا. احسن محمد، والله هندسه ما خدتش معاك يعني ساعات وكده، يعني كنا بنتكلم في العصر والجد. نعم، انا ما سمعت. ممكن لو سمحتوا يا جماعه لما حد يتكلم ما حدش يعني يتدخل بعد اذنك. اعتذر منك، ما سمعت المتداخل. لكن انا اقول لكم شغله، انا كنت مخبيها، ما كنت ابي اقولها حق احد. انا اول شيء مش موجود في نيويورك، انا موجود في اوتاوا، مش بعيد قوي، انا داخل كندا. وانا كنت مجهز اسماء اشخاص انا سجلت عليهم بعض المواقف اللي هي غير متعايشه وغير مقبوله لدى المراكز القانونيه اللي في البقع الجغرافيه اللي هم عايشين فيها. في اكثر من واحد موجود عندكم في الولايات المتحده الامريكيه، ومنهم عبد الله رشدي، وفي طبعا ناس يسمون نفسهم بروفيسورز موجودين في بعض الصروح الاكاديميه اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، ويقولون كلام يعني خطير جدا ترى في حق الامريكيين وفي حق المسيحيين وفي حق الناس اللي هم برو اسرائيل. فانا اقول ان انا عندي لستة اسماء ممكن نشترك فيها انا وياك استاذ وائل. انت عارف انا عايز اعمل حاجه شبه ميموري. عارف ميموري اللي هم بيقعدوا اليهود الصهاينه دول اللي بيقعدوا يترجموا الكلام العربي؟ احنا عايزين نعمل حاجه كده زي ميموري، نصطاد بيها الناس اللي قاعده في العالم الغربي، الكلاب دول كلب
نطلع لهم الارشيف بتاعهم ونترجمه بلغات، نترجمه انجليزي وفرنساوي والماني، بحيث ان الكلام بتاعهم يتفضحوا قدام الناس اللي ادوهم الفيز وادوهم سمحوا لهم بالدخول للبلاد دي. انا عملت استقصاء صحفي استاذ وائل مع بعض الاشخاص اللي انا ما عجبني مواقفهم وحتى ما اصبحت انسانيه، وعملت فيهم استقصاء، وفي ناس انا مسجل اسمائهم موجوده عندي في لائحه الاستقصاءات الصحفيه. طبعا احنا نقدمها بشكل ثريد عشان يسهل على الجراند ماذر لانجوج، يعني ان طب ابعت لي عليك، ابعت لي الكلام ده راح مهم ابعث والله. لك احنا انا هذه بس رسالتي، ما بياخذ وقت كثير منك، اللي هو ان انا عندي لسته اسماء، راح ارسل لي استاذ كريم على الواتساب ماله، وخلينا نتفق على ان احنا نتفق اول شيء على اللسته، من بعد ذلك نجهز الماده، لان الماده هذه يجب ان تذهب الى المراكز الرسميه الاستخباراتيه طبعا، لان عشان يعرفون، لان هذه قنابل موقوته اصلا موجوده هناك، وتغير موقفهم فجاه بعد هذه الحرب بالذات. فخلنا نرتب شيء، وفي مساحه كبيره جدا 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 انا قاعد ارتبها الان قادمه، فيها حوار يتعلق بالحرب، فيعني راح ندعوك اكيد ونتناقش فيها. تفضل، ما ابي اطول اكثر. ميرسي جدا ليك يا تسلم جاسم، يا ميرسي غالي. جدا. وما تحرمناش من الاستقصاءات، الريبورتس، الاقصاءات اللي انت بتعملها بتساعد كتير جدا، وشفناها كتير جدا واثرت في ناس كتير جدا يعني. فميرسي لك جدا يا باسم، وميرسي للناس المتعاونه. ان احنا يعني احنا مش عايزين نضر حد، ولكن عايزين نمنع الضرر. احنا في بلاد حقيقة فتحت قلوبها لينا وفتحت دراعاتها بمنتهى الأمن وبمنتهى الاحترام، وبدل ما نضيف ليها كنماذج عربية محترمة، لا احنا بنروح ندمرها، وبنروح نبوظ الأمن فيها، وبنروح نزلزل الحالة الاجتماعية السليمة فيها بدعوات نشر الكراهية. لا يستحقوا ذلك. يستحقوا مننا الأمان زي ما هم أعطوه لنا، يستحقوا من إن احنا نشارك في الحضارة الإنسانية اللي هم عملوها، يستحقوا إن احنا نكون نموذج رائع للشاب العربي أو الشاب المسلم أو غيره، أو الشاب المصري أو الخليجي أو غيره، إن احنا نكون نبني معاهم ومش نهدم فيهم. وأي حد خلاف يمشي خلاف الموضوع ده، فإذا هو خاين للأمانة، خاين للمكان اللي هو استقبله وعلمه بالظبط، لان ورباه. المكان ده ما استضافكش عشان تقل ادبك عليه، ده المكان ده استضافك علشان يعني ربنا يعلم. انا لما ضاقت بيا الدنيا في 2013، امريكا بالنسبه لي كانت الملاذ، والناس في كاليفورنيا والله ربنا يعلم يا جماعه، والله 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 ولا اي حد جه قال لي تعالى اشتغل معانا ولا اعمل ولا اسوي ولا اي حاجه خالص. مفيش غير بس مثلا في 2017 لقيت لك واحد من البيت الابيض بيبعت لي جايب لي وظيفه في البيت الابيض، ولما رفضتها الراجل كان محترم جدا، قبل ان انا رفضت، وانا لما رفضت كمان قلت له انا ما بشتغلش مع الحكومه الامريكيه، وانا مش مقتنع اصلا بجهودكم لمكافحه الارهاب. يعني انا قلت للراجل كلام في صداغه. اكزاكتلي. فعشان كده بقول لك احنا مدينين ليهم، ان احنا على الاقل لو ما شاركناش في بلادهم بشكل اكتيف ان احنا نساعد، فاحنا نمنع الهدم في المجتمعات المحترمه اللي هي على الاقل نكشف ورق exactly الكلاب نمنع اللي هم هدمها. قاعدين بيلعبوا بالورق نمنع دول. هدمها. يعني عبد الله رشدي ده قاعد بيلعب لا بالورق. تستحق البلاد دي ان احنا نهدمها، لا تستحق اطلاقا. بلاد محترمه، بلاد انسانيه، بلاد استقبلت المسلمين ده هم وبناتهم. نفسهم عارف يا كريم ما يعرفوش قيمة البلد بتاعتهم، عشان هم طول عمرهم عايشين في الرخاء اكزاكتلي بتاعها. اكزاكتلي اكزاكتلي. ما يفهموش. يعني انا لما بشوف احيانا بعض الشباب الامريكان الغضبان، والله ربنا يعلم ان انا بحاول اهديهم واقول له خلي بالك، علشان انا شفت الغضب بيعمل ايه في المجتمعات. استاذ وائل، انا بعد عشان ما قاطع بعد صديقي كريم، في مساله خطيره جدا احنا لازم نثبتها للغرب، وهذه مساله، يعني مساله فيها نوع من الشفافيه عالي جدا، وهي يجب ان نثبت موقفنا ان ترى الراي اللي هو المتحدث باللغه العربيه هو ترى مش كله مقبول لدينا نحن المدنيون. احنا مدنيين ما لنا علاقه فيهم. احنا علينا ان احنا نثبت ان احنا متعايشين مع هذه التغيرات، نحن علمانيون، نحن نذهب مع التعايش السلمي الايجابي، ولكن هذا لا يعني ان احنا نقبل هذاك الراي، وهم يجب ان يرون هذا الفارق. يعني مهم جدا، ترى هذه مسؤوليه علينا اذا احنا عندنا منصات جيده.
انا بقول لك ايه يا عم جاسم، انا بقى اسلامي، ومن النوع الاسلامي الارهابي اللي عايز اطبق الشريعه الاسلاميه على اوساخ الاسلاميين دول كلب كلب. مش هم عايزين تطبيق الشريعه الاسلاميه، تقطيع الايدين والرجلين من خلاف، يلا بينا يا اولاد الكلب، حتعمل عشان فيهم ايه؟ نشق عصا الطاعه في المجتمعات اللهم العربيه استعان. والمجتمعات الغربيه. ممكن مداخلة برضه أستاذ وائل؟ اكيد. اخويا اسمك ايه، آه، اسد ولا أيوة أسد، ولا أسد خليني أسد. يا عم خليك اسد، ايه اسمك الحقيقي ايه، خلص. اسمي عادل، الله يحفظك. الله يبارك الله فيك يا يرضى عم عليك. عادل. أقول لك برضه بالنسبة لنظرتهم للغرب، الناس التكفيريين هذول طبعا نظرتهم للغرب نظرة غبية طبعا. تمام. الغرب فيه ناس متحضرة، يعني أنا من الناس، أنا يعني أعتبر نفسي إنسان يعني معتز بإسلامي وكل شيء، لكن أحترم الحضارة الغربية، أحترم ما وصلت له الحضارة الغربية. إحنا لولا نظرنا لهم واستنساخنا لبعض أفكارهم وبعض مشاريعهم لما وصلنا لما وصلنا إليه، صح ولا لا؟ تمام. هم ناس كانوا ده ماشيين احنا صح. كان زماننا احنا كان زماننا مفشوخين اكتر مما احنا مفشوخين. وبعدين الاغبياء دول اللي بيقعدوا يشتموا امريكا ليل نهار، يا عم لو امريكا دي وقعت وروسيا والصين هم اللي ركبوا علينا هنشوف الويل. نعم. في انا مع الجانب الطيب، فيه جانب جدا واسع اللي هو مع الانسانيه وناس محترمين، مسيحيين وغير مسيحيين ولا دينيين، ولكنهم ناس محترمين وناس عندهم مبادئ ويحبوا المبادئ. احنا نحترم الشخص كما لو كان رسولنا عليه الصلاه والسلام موجود، لو لقي شخص محترم مهما كان جنسه ولونه لعامله بنفس الاحترام والادب والتقدير. بالعكس، ده واحد محترم مختلف عني، تمام. ده انا عايز اتعلم منه اتعلم ومن منه مصدر احترامه اللي هو جاب طالما منه مش الاحترام محارب. بتاعه. انا محترمه يا رجال. المحارب لو كان اخوك حاربه، اخوك من امك وابوك. الدين الاسلامي يقول لك لكن شخص محترم ويجيك بعلم، يجيك باشياء مفيده، يا اخي احنا نحترمهم. وممكن هم خبصوا في الاخير ولما شذوا يا واتجهوا سيدي، ده حتى للشواذ. النبي صلى الله عليه نعم. وسلم اللي هذا احنا اثر على اتعلمناه من حضارتهم النبي صلى الله شويه. عليه وسلم، ان حتى اللي حاربوه هو ما كانش عايز يحاربهم. نعم. هو ما كان يقدر يدعي الملك يطبق عليهم الارض، لكن هو اختار يدعي لهم نعم. مش يدعي عليهم. نعم. لان هو فعلا نبي الرحمه، مش زي ما نعم. الكلاب الاوساخ اللي لا، بيتاجروا بكلامه بيعملوا. نبي الرحمه وينظر للناس بشفقه. ويقول عندي انا سؤال ينظر لو سمحت. للكافر بشفقه، ما ينظر له انه اذبحه، اذبح، موت، اقتل، اسلخ. يا اخي لا، يا اخي فين يا اخي؟ هذول الناس مجرمين متربيين في ما ادري فين متربيين صراحه. مفيش تربيه اصلا. ايوه. لا لا اهاليهم لا. بيعلموهم الحقد والكراهيه من وهم صغيرين، الكلاب ولاد الكلاب دول. وينظرون على انه هذا من اساس الدين، وهو لا يمت للدين بصله. هذه نقطة، احنا ما نبغاش نخش في الدين، احنا كنا نتكلم في نقطة سياسية، ولكن اذا بيتكلموا. لا نخش في الدين. تمام. انا على فكره يا اخويا تمام. جاسم، مثلا انا مش علماني، انا اسلامي، بس انا اسلامي بجد، اللي نعم. هو مش عايز ديني يتفرض على اي حد اصلا. وهذا ولو انا الو شفت واحد وهذا الاصل. كلب عامل فيها ان هو مسلم الو اسلامي عايز ينشر فكرته بالعافيه على صديقي البني وائل، ادمين، ده المفروض ان هو عدوي. صديقي وائل، أنا بقول لك شغلة بس. مسألة العلمانية هي ليست، ترى هي ليست منهج أو اعتقاد، هي مبدأ فقط في مفهوم الدساتير، مفهوم. في الدساتير المدنية اللي هي تقبل بتعدد مرونة. الاعتقادات. وانا اؤمن بده، هذا هو وانا اؤمن بده هذا المبدأ العلماني. احنا ما فيش حد بيمشي في الشارع ويقول انا علماني دلوقتي، ما في منهج. العلمانية مش منهج، الناس فاهمة غلط يا صديقي. الفلسفة الليبرالية نعم، الفلسفة الليبرالية فقط اللي هي فلسفة الإيمان بالتعددية الفكرية ممكن، بس فتح الله عليك. نعم، بس ان العلمانية لا، ما اصبحتش دلوقتي كاركترايزيشن. بقول لك ايه، انت قاعد في اوتوا، هتبعت لي $100 $500 ولا ايه؟ $500 شنو، امريكي ولا كندي؟ انت هتنصب، بدأت تنصب من الاول اهو، خلاص خليهم $1000 كندي بقى وخلاص. تحت امرك. اخوة عندي سؤال ممكن اسال؟ اسأل يا عم حسين يا عم جميل. هلا انا معجب بالحضاره الغربيه طبعا، لانه إلها فضل علينا بكتير شغلات. زائد انا بدعمش التطرف الاسلامي او تطرف بعض الاسلاميين، ولكن السؤال كيف انتم بتحكوا عن امريكا انها بلد انسانيه، تمام، في ظل اللي عملته في العراق وفلسطين؟ احنا لا لا هي مش نحكي عن بلد انها بلد إنسانية. اسلامي. واحدة ثانية يا أسد، ثانية واحدة بالراحة. صلى على النبي. أولا لازم تفهم إن الدول ليها سياسات، وإن سياسات الدول ما بتفكرش بالعواطف، هي بتفكر بالمصالح، وما بتفكرش حتى بالمبادئ، بتفكر بالمصالح، نتيجة إن في انتخابات ونتيجة إن في مصالح ناس بتضغط يمين وشمال. فده مبدئيا.
تاني حاجة، احنا لما بنتكلم كلام كويس عن امريكا فده من باب ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني انا مثلا كواحد لما انا خرجت من مصر خايف ومرعوب في 2013، انا رحت كاليفورنيا، الناس في كاليفورنيا استضافوني، لقيت نفسي في وسطهم كأني واحد منهم، محدش اتعامل معايا تعامل الغريب. بالعكس لما جيت افتح شركة فتحت شركة، لما جيت اجيب فلوس اريز فلوس عشان الشركة ريزد 1,600,000 دولار من الناس كلهم اجانب. واتوفق لي كل الوسائل اللي ممكنة عشان اقدر انجح، وكمان فشلت ومفيش مشكلة خالص، عادي خالص، ما لا اتسجنت ولا اي حاجه، ولا حد من الانفستورز اللي انا ضيعت فلوسهم جه ورايا مثلا يقاضيني او غيره، لا قدر الله ما شاء فعل. فاللي احنا انا بنحكيه، انا اللي احنا انا اسمعني بس، مؤمن انه في حريه ايوه اللي في احنا بس امريكا. بنحكيه، اللي احنا بنحكيه انك انت لازم تاخد بالك انه في النهايه سياسه الدول بيحكمها حاجات مختلفه. يعني مثلا اسرائيل بالنسبه لامريكا ذخر استراتيجي، لان اسرائيل حاميه امريكا من قرف كتير من المنطقه، وإسرائيل بتساعد أمريكا بشكل كبير جدا على حماية مصالحها في المنطقة. فطبيعي جدا إن هم يخشوا على إسرائيل الدخلة دي، يبقى في العلاقة دي. طب وبالنسبة للعراق نفس الكلام، هو العراق بالنسبة لأمريكا وإسرائيل كانت خطر كبير جدا نتيجة الصبيانية بتاعة التعامل بتاعة صدام. ماشي، الصبيانيه بتاعت وبالمناسبه السلام انا عليكم. برحم صدام، لان انا لا ارضى ولا اقبل ان رئيس عربي يتقتل يوم العيد، واللي قتله السلام طب هل عليكم. انت بتشوف تصرفات الجيش الامريكي بالعراق عباره عن تصرفات ارهابيه ولا لا؟ لانه بشكل قتلوا عام، بشكل عام ما مئات تقدرش الاف تقنع العراقيين، السلطه الحاليه يعني عندهم اخوتنا ممارسات، العراقيين عانوا منهم بشده يعني. عندهم ممارسات، استنى بس، يا عندهم ممارسات هم فضحوها بينهم وبين بعضهم، وعوروا الناس اللي عملت كده يا بينهم وبين يا بعض. اصدقائي، واحد يتكلم في وقت واحد. الله يخليكم يعني اللي انتم بتؤمنوا فيه. خلي بس واحد يتكلم، ما حدش يتكلم فوق الكلام عشان نفهم بس. ايوه، الناس تسمع كلام فاحنا بنقول مرتب ان جميل. الجيش الامريكي التوجه العام بتاعه ان هو جيش نظامي مش ارهابي. لما بيبقى فيه ممارسات زي مثلا اللي حصلت في ابو غريب، بيتفتح تحقيقات كبيره، والتحقيقات دي بيطير فيها رقاب، وبيتحط ناس في السجون، وبيترفد ناس من يا استاذ وظائفهم، وائل، في لان في الجيش دوله. لان ما الجيش هو انا لو الامريكي بدي لان امشي على الجيش المبدأ لحظه تبعك ربيع. بحكي حماس مش ارهابيه، لحظه يا لانه ممكن جماعه. تعاقب اللي عملوا يا, تصرفات غلط. يا يا أستاذ، صديقي، انا بقول لكم. لا هو حماس إرهابية، حماس إرهابية ده مش عشان هم بيقتلوا أو مش بيقتلوا. ما هو كل حد بيقتل، مش بنتكلم في مش كل واحد بيقتل بيبقى إرهابي. حماس إرهابية لأنها أرهبت شعب فلسطين، لأنها قتلت 800 واحد من أهل غزة في يوم، لأنها خرمت رجلين 50 واحد الله من يخليك خبراء يا أخي المفرقعات محمد الفتحويين الرسول. في رجليهم. يا عم اقعد ساكت، شوف في رجليهم شوف يا بالشنيور. استاذ وائل، انا بدافع. استاذ وائل، انا اقول يمكن لان يقاطعونك وايد ما يخلونك تتكلم. انا اقول قول كلامك وارتاح، بعدين نعطيهم المجال، لان الناس فاهمه. الناس فاهمه يا وائل ان الدول اللي هي المراكز القانونيه هذه ما تغلط. من قال الكلام ده؟ كل الدول تغلط، كل اللي ماسك مسؤوليه يغلط. لكن احنا عند السعوديه، مصر غلطت، وهو يعني ما كانش فيه تعذيب في سجون امن الدوله في مصر يندى له الجبين، ما كانش فيه تعذيب في السعوديه في سجون الحائر يندى له الجبين، عادي، كلها تصرفات طبيعيه بتحصل من بشر يصيبوا ويخطئوا. بس في النهايه العبره ايه؟ العبره الدوله بتحافظ على نفسها وبتصلح من اخطائها ولا ايوه، لا؟ هذا الكلام ف... الصحيح. ف... وفي نفس الوقت انت لو شغلك قوي امريكا والامريكان، بدل ما يشغلك امريكا والامريكان لانهم على الاقل مش مسلمين، يشغلك اللي عاملين نفسهم مسلمين في بلدك انت يا حسين، وقاعدين بيقتلوا في اخواتك. يعني الشيخ يونس الاسطل الكلب ده، الحمساوي الكلب، اللي اصدر فتوى في 2007 بجواز قتل الفتحويين، ونزلوا الكلاب بتوع حماس يقتلوا في الفتحويين ويرموهم من البلكونات، وفي امهات اتقتلوا، امهات فتحويات اتقتلوا. يعني هي بتتقتل عشان هي ام واحد مناضل من مناضلي فتح، وطفل بيتقتل علشان هو ابن واحد من مناضلي فتح. 700 800 واحد اتقتلوا. فاحنا مشكلتنا مش مع حماس ان هم بيقتلوا في الصهاينه، ما يقتلوا في الصهاينه، ما اي حد يقتل في الصهاينه على راسنا من فوق، طالما كده كده بيقتل واحد معاه سلاح وراجل ورصاد راجل، خلاص احنا مالنا. لكن احنا تعرف مشكلتنا المشكله ان دول يا اخوي وائل، بيقتلوا انه مدنيين عزل. احنا المفروض لما بدنا نتكلم بموضوع معين. يعني قبل شوي انت كنت بتتكلم مع الاخوه انه
حماس باللي عملته يوم 7 أكتوبر. هلا بتتكلم عن اللي عملته سنة 2007. ما هو لازم نحدد عن شو بدنا نتكلم عشان ما نوصل هو لنتيجة. كله مربوط ببعضه. انا بوريك ازاي ده تنظيم ارهابي، انه اللي عملوا 7 اكتوبر ما تقدرش تعزله عن اللي هم عملوه في 2007 لما عملوا الانقلاب العسكري بتاعهم. ما تقدرش تفصلهم عن بعض. دي وصلة متكاملة من الارهاب. واجنده خاصه بهم هلا يعني. أنا بالنسبة إلي، أنا شخصيا اللي عملوه سنة 2007 بشوف له مبرر إنه السلطة عملت فيهم نفس الإشي. لا، فاهم ما علي؟ فيش الكلام ده يا اخويا، صلي على النبي. في حاجة اسمها شق عصا الطاعة. هم اللي دخلوا شقوا عصا الطاعة في الشرع الحنيف. اللي يشق عصا الطاعة يقتل، وهم اللي كانوا المفروض يقتلوا. اعمل ميوت يا اسد بعد اذنك فعليا يا عادل. فعليا السلطة كانت موافقة على حماس وعملوا انتخابات وما كانش في شق لعصا الطاعة. لا يعني احنا بنتكلم على الانقلاب، ما بنتكلمش على ما قبل الانقلاب. ما هو اسماعيل هنية كان رئيس الوزراء في كل فلسطين. ايه يا عم ميلاد، مالك في ايه؟ شغل الخولات ده، انت متناك قوي صحيح. خلينا نشيل من اللي بيعمل الاصوات هذه، اسد ولا منو؟ اسمه ميلاد. لا 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 ميلاد. لا اسد. اسد ما يعملش الحاجات دي. ميلاد، اسمه ميلاد، يلا نزلناه. تمام. وبعدين ما اسموش اسد، اسمه عادل قال لك. آه، ايه يا عم سيريال الشياكه اللي انت فيها دي؟ استنى بس اما نشوف الراجل الشياكه ده. يا سيريال، سيريال سيريال، هو سيريال سيريال، هو. بقول لك ايه. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. انت سيريال مصري؟ مصري يا وقت. حبيبي يا اخويا. اخبارك ايه؟ عدو ولا حبيب؟ حبيبي ان شاء الله. يا رب دايما. طب ما تعديني اخبارك شوية. ما يعني ما فيش حاجة عليك عليها يعني بصراحة. ليه كده؟ عايزني عليك يعني. طب اسمع الأغنية الجامدة دي. تعرف إسلام أفرو؟